عايز تبدا في مجال الفيديو اديتنج وعايز برنامج مجاني تتدرب عليه، ففي الحلقه دي هقولك على افضل البرامج في سنه 2024 في المونتاج مجانيه تقدر تستخدمها بكل سهوله. فيلا بينا. اول برنامج معانا هو برنامج كاب كات، رغم ان انا مش بستخدمه كتير ولكن هو برنامج خطير جدا الصراحه. برنامج فيه كل حاجه، من اول الواجهه السهله ان اي حد عايز يبدا في المونتاج يقدر يستخدمها بكل سهوله، قصه ترتيب الفيديوهات على التايم لاين بشكل مريح جدا، وجود افكتس وترانزيشن كتير واستوكات من الفيديوهات والمزيكا والساوند افكت. ده غير كمان ان فيه مميزات قويه جدا يحتاجها اي مصور فيديو وهو بيعمل اديت للفيديوهات بتاعته، زي الاستابلايزيشن مثلا اللي بتقدر من خلاله تعالج اي فيديوهات مهزوزه. ميزه كمان الكروما كي اللي من خلالها تفصل اي شخص من الباك جراوند. ده غير ميزه الانهانس اللي بتقدر من خلالها تعدل على البشره وتبيض الاسنان وتشيل اي مشاكل موجوده في وشك. الموضوع كمان دقيق جدا، ومزايا زي دي واكتر بكتير في النسخه المدفوعه على برنامج كاب كات، ولكن النسخه المجانيه هتكون مناسبه قوي ليه. البرنامج كل شويه بيظهر ليه تطورات رهيبه جدا، وكمان دخلوا فيه الذكاء الاصطناعي. ليه نسخه على الكمبيوتر وليه نسخه على الموبايل اذا كان اندرويد او اي او اس. البرنامج ده كمان من شركه بايت دانس، الشركه اللي تبع برنامج تيك توك، فلو انت بتعمل كونتنت على تيك توك هتلاقي ان البرنامج ده حبوب وجميل جدا وهيبقى مناسب ليه. نيجي بقى للبرنامج الثاني، هو برنامج دافينشي ريزولف. من اقوى واهم المميزات في البرنامج ده ان هو فعلا مجاني. في نسخه مدفوعه اللي هو النسخه الاستوديو، ولكن النسخه المجانيه هتكون كويسه جدا لاي حد عايز يعمل مونتاج لاي فيديو. ده غير كمان المميزات القويه اللي فيه في النسخه المجانيه، انت اصلا ممكن ما تحتاجش النسخه المدفوعه. واجهه البرنامج مش سهله قوي الصراحه، لان هو يعتبر برودكشن استوديو اب، الناس بتمنتج عليه افلام وكليبات، فما تنتظرش من نفسك ان انت تتعلمه بكل سهوله، محتاج وقت شويه، ولكن البرنامج هيديك كل اللي انت بتتمناه. اصله تقطيع الفيديوهات، عمل كل الترانزيشن والافكت اللي انت ممكن تحلم بيها، احترافيه كبيره جدا في التلوين، ودي من اكتر المميزات اللي مشهور بيها البرنامج ده تابع لشركه بلاك ماجيك بتاعه الكاميرات، اللي برضو بتنتج وحدات كامله للتلوين بيستخدموها المحترفين في تلوين الفيديوهات. وبالنسبه للموشن جرافيك، فالبرنامج ده فيه انترنال موشن جرافيك، يعني تحس ان هو برنامج ادوبي بريمير على افتر افكتس دخلوا في بعض طلع لنا دافينشي ريزولف. في كمان اي تولز كتيره جدا وقويه في النسخه المدفوعه، والبرنامج بينزل على البي سي وبينزل على الماك، ولكن للاسف البرنامج ده محتاج جهاز قوي شويه عشان يشغله، فلو انت للاسف البي سي بتاعك او الجهاز بتاعك مش قوي كفايه مش هترتاح مع البرنامج ده، ولكن في المستقبل تعليمه واحترافه هو استثمار قوي ليك جدا. البرنامج الثالث بقى هو لاصحاب الاجهزه الضعيفه، وهو اسمه اوبن شوت. البرنامج ده هيشتغل معاك حتى لو انت معاك جهاز من سنه 1920، وبرنامج سهل جدا، اسهل حتى من برنامج كاب كات. تقدر تقطع عليها فيديوهاتك، هتكتب عليها كلام، هتقدر تضيف افكتات انيميشن، وكمان تتحكم في كي فريمز، تعمل كمان حتى سلو موشن بواجهه بسيطه جدا وسهله. من الاخر لو انت كنت بتمنتج زمان على برنامج اي موفي او موفي ميكر، فده يعتبر الابديت القوي بتاعه، وانا حطيت البرنامج ده مخصوص عشان انت لو بتتفرج عليا وجهازك مش قد كده او لسه ما جبتش جهاز قوي ونفسك تتعلم برنامج مونتاج او تبدا فيه، فدلوقتي مفيش عائق قدامك، نزل البرنامج ده وسطبه واشتغل عليه حتى كبدايه. البرنامج اللي بعد كده والاخير هو كليب شام. هو برنامج سهل جدا من شركه مايكروسوفت، بس فيه مميزات الصراحه حلوه بالنسبه لي. اولهم ان الواجهه بتاعته سهله جدا واي حد يقدر يستخدمها. تاني حاجه هو مش محتاج جهاز قوي زي دافينشي ريزولف او حاجه، لا انت ممكن بجهاز بسيط او متوسط تستخدمه بشكل حلو جدا. تالت حاجه واقوى حاجه في البرنامج هو فكره الكابشن، انت تقدر تعمل لك كابشن على الفيديوهات بتاعتك، والبرنامج كمان مجاني وبيدعم اللغه العربيه، فكل اللي انا بحلم بيه موجود في البرنامج ده. في مجموعه كبيره جدا من الترانزيشن وتقدر تظبط الالوان بتاعه الفيديو بتاعك من خلاله، في مجموعه من الميوزك والساوند افكتس المجانيه في البرنامج، في كمان سكرين ريكورد واوديو ريكورد من شركه مايكروسوفت، يعني من الاخر كل حاجه كويسه. بس كده دول كانوا بالنسبه لي افضل برامج مجانيين تقدر تستخدمهم في التعديل على الفيديوهات في سنه 2024. فلو انت عندك اي ترشيحات لبرامج ثانيه يا ريت تسيبها لنا في الكومنت. بس كده اتمنى تكون استفدت من الحلقه وعجبك الفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجامد، اعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش عامل، سيب لي رايك في الكومنتس واشوفك الفيديو الجاي. سلام.